ازاي تتخلص من دهون الجناب؟ طبعا مشاكل كبيره بتقابل الناس، وموضوع دهون الجناب مستفز جدا خصوصا في اللبس. سواء عايز تتخلص من دهون اسفل البطن او دهون الدراع او دهون الفخذ وغيرها من الدهون اللي موجوده في جسمك، علشان تحقق النتيجه ديت يبقى لازم تطبق قاعده دو وات يو انجوي تو، يعني اعمل الحاجه اللي بتستمتع بيها علشان تقدر تكمل في الدايت والتمرين. وعلشان كده دايما بنصح الناس بقول لهم انت تقدر تنزل كام يوم، وانت تقدر تاكل كام وجبه، وانت تقدر تدخل اكل قد ايه، وانت تقدر تاكل وصفات ايه. لو الصيام بيتعبك ما تصومش، لو اللو كارب بيتعبك ما تحطش لو كارب، لو التمرين الكتير بيتعبك ما تروحش التمرين كل يوم، وتقدر توصل لاحسن شيب من غير كل ده. القاعده الثانيه من الدهون ان اول دهون الجسم بيحتبسها او بيخزنها هي بتكون اخر دهون بتنزل، وشرحت الكلام ده في فيديوهات قبل كده، لو ما شفتهاش لازم ترجع لها. بس هقول لك موضوع بسرعه جدا. يعني لو انا مثلا اول دهون هي بتزيد عندي هي دهون الجناب، وبعد كده دهون البطن، وبعد كده دهون الدراع او الصدر. فاول دهون بتنزل هي اخر دهون اتكونت في الجسم، وليكن دهون الصدر، بعدين دهون الدراع، بعدين دهون البطن، بعد كده دهون الجناب حسب الجينات بتاعتك. لو انت لسوء الحظ شخص بيزيد في جنابه، واول حاجه جاي اقول لك ان اخر حاجه هتنزل من جسمك هو دهون الجناب. 5 حاجات هتنزل دهون الجناب. اول قاعده بتكون مطبقه في كل موضوع التخسيس او نزول الوزن هو الكالوري ديفيسيت او عجز السعرات الحراريه. بس لو العجز كبير في السعرات الحراريه هيبدا يحصل ثبات، وهيبدا يحصل قله نتائج، وبعد كده احباط ومش هتكمل. فلو انت ما اتفرجتش على فيديو لازم تاكل عشان تخس، لازم ترجع له عشان هتستفاد منه كتير. عجز السعرات الحراريه ممكن يكون 200 ل 300 سعر حراري، ولازم تدخل كل حاجه كارب ودهون، بروتين عالي، خضار وفاكهه، علشان جسمك يكون مستفاد من كل انواع العناصر الغذائيه سواء الماكرو او الميكرو. انت بتعمل عجز السعرات الحراريه تتمرن، والتمرين لازم ومهم انك تتمرن باوزان، يعني تمارين مقاومه، يعني تمارين حديد، يعني جيم او بيت. بس اهم حاجه انك تتطور في الاوزان وتتطور في التمارين على مدار الايام. مش لازم تروح الجيم 6 ايام في الاسبوع، ممكن تروح 3 ايام فقط وتتمرن تمارين حاجه اسمها الكومباوند او تمارين الفول بودي، انك تتمرن الجسم كله في يوم على مدار 3 ايام في الاسبوع مش ورا بعض. اهم حاجه في التمرين بتاعك انك تدخل فيه تمارين المقاومه زي الديد ليفت، زي البول اب، زي السكوات، زي البنش بريس، لان التمارين ديت بتحط جسمك تحت ضغط عالي وبتحرق معاك سعرات كويسه، وكمان بتزود عضلاتك بشكل كويس، وفي نفس الوقت مش بتشتغل على عضله واحده لكن بتشغل اكتر من عضله، خصوصا لو وقتك ضيق. وده لان الابحاث بتقول من 6 ل 4 مجموعات قويه بتمارين قويه زي الكومباوند اللي لسه بنتكلم عنها كفيله ان هي تخليك تخسر دهون الجناب. تالت حاجه معايا هو تمارين الكارديو. مش لازم تعمل كارديو علشان تخس. تاني، مش لازم تعمل كارديو علشان تخس، وده اللي انا اتكلمت عنه في سلسله حقائق الكارديو اللي محدش قالها لك قبل كده، ومعلومات هتصدمك عن الكارديو. الكارديو حلو جدا لصحه القلب والاوعيه الدمويه والجهاز التنفسي، لكن لا يعتمد عليه اساسا في موضوع التخسيس. ممكن تتمرن كارديو علشان تزود كالوريز او تحرق كالوريز اكتر، فتقدر تزود كالوريز من الاكل بتاعك. لكن لو انت عايز تخس ومش عايز تعمل كارديو ما تعملوش عادي، مش مشكله. ممكن تتمشى شويه، ممكن كمان تعمل 10 دقايق عجل بعد التمرين. اعمل اللي تستمتع بيه، سباحه، حجز كوره، الحاجات دي كلها كويسه وبتخش في منطقه الكارديو. لكن لو انت اعتمدت على الكالوري ديفيسيت اللي هو عجز السعرات الحراريه وتمارين المقاومه، قادر ان انت تخس وتتخلص من دهون الجناب من غير كارديو. الحاجة الرابعة اللي بتقابلنا هي الثبات. أول ما بيحصل ثبات بيبدأ الشخص يتجنن ويقول أنا مفيش مني فايدة، أنا بقالي 10 أيام عامل دايت وما حصلش أي نتائج. عايز أقول لك إن الثبات أو الوزن على الميزان مش هو الأساس إنك بتخس، أو مش هو الأساس إنك بتتطور. ممكن إنك تكون بتزيد عضل والعضل بيزود الوزن بتاعك، فحاسس إن الوزن بتاعك ثابت وأنت أصلا في الحقيقة بتخسر دهون. فلازم تتأكد من موضوع الثبات، ولازم تعرف إن موضوع الثبات له معايير ومقاييس علشان أقدر أحدد أنا ثابت ولا لا. لو انت بيحصل لك مشكله الثبات سيب لي كومنت، وهديك الاسئله اللي انا كاتبها عن موضوع الثبات، وهتعرف الغلط بتاعك فين وتبدا تشتغل عنه. بسرعه كده هقول لك لو انت عندك ثبات تقدر تعمل حاجه اسمها الريفيد، او انك تقدر توصل بسعراتك لسعرات الثبات. يعني لو جسمك محتاج 2000 سعر حراري علشان تزيد 2000 ونص، لو عشان تخس يبقى 1500، فهتوصل ل 2000 بس، وتفضل مكمل على ال 2000 لمده يومين، وبعد كده تعمل كالوري ديفيسيت او عجز سعرات حراريه 100 كالوريز، 200 كالوريز، 300 كالوريز،
وبعدين ترجع تاني لل 2000 وتبدا تنزل 100 200 علشان جسمك ما يتكيفش على السعرات ويبدا يثبت. ده لو وزنك ثابت اصلا، لان موضوع الثبات مع الكارديو والتمرين وخفض السعرات الحراريه القليل اللي انا اتكلمتك عنه من شويه استحاله جسمك يثبت. اخر حاجه واهم حاجه لازم اقولها لك قبل ما انهي الفيديو ده، ان الاستمراريه هي الحل. علشان توصل لاحسن شيب لازم تعرف ان انت بتشتغل مع جينات وبتشتغل مع جسم ذكي جدا. النصيحه المهمه جدا ان انت لو بوظت يوم ده مش نهايه الكون او ان انت شخص فاشل او مش عارف تتصرف، لكن عايز اقول لك ان الشخص فعلا اللي بيتحط في تحديات زي العزومات او الكلام ده كله وبيرجع تاني يوم يمشي من الاول تاني ويعوض اللي بوظه، فهو ده الشخص الناجح اللي هيوصل. لكن الشخص اللي دايما بيقعد يلوم نفسه ويسيب الندم ياكله، هو ده مش الشخص اللي هيقدر يوصل للنجاح بتاعه. فعلشان تبقى ناجح لازم تستمر، والاستمرار هو الحل للنجاح اي حاجه، سواء بتدور على خساره الوزن او زياده العضلات. فانسى اللي فات واغفر لهفواتك وابدا التزم اكتر الاسبوع اللي بعده والاسبوع اللي بعده، وخلي بينك وبين الفري 10 15 يوم عشان تقدر تلاقي نتائج ملحوظه، لان دايما بقول ان النتائج هي احسن تحفيز ليك.